اخوتي المغاربه، السلام عليكم. البارح منين شفت الخطاب ديال السي تبون في المنصه ديال الجمعيه العامه للامم المتحده، انا كنسمعو كيهضر وكنقرص في راسي كنقول واش هادشي كنسمعو واش حقيقي، واش بصح كيقول هادشي؟ ما صدقش نفسي. فهاد الناس هادو وصلوا لواحد الدرجه ديال البلده، ديال التخربيق ما يمكن لكمش تصوروها. ولكن مزيانه لينا لان بهذه الطريقه الجزائر كتجي تكشف للعالم الوجه الحقيقي ديالها، المستوى ديالها والوقاحه ديالها. فهاد الناس عايشين في عالم اخر صراحه، والله ما عايشين في هذا العالم. هادشي اللي قال تبون البارح في الخطاب ديالو صراحه، اولا كيهجم طول وعرض في الامم المتحده. ما عندكم شفافيه، ما عندكم ديمقراطيه، ما عندكم فعاليه، ما عندكم سميتو عدل، ما عندكم حريه. المهم دابا الجزائر كتعطي دروس الامم المتحده في هذه المجلات هذو، تصور، وكيدعيو باش يكون اصلاح جذري ديال الامم المتحده باش تولي عندها مصداقيه، باش تولي مزيانه كيف بغاتها الجزائر في الديمقراطيه الى اخره. من بعد كيتهجم حتى على الولايات المتحده منين كيقول بان حنا الجزائر كنطلبوا للعالم عافاكم، بغينا واحد العالم يكون فيه عده اقطاب، ماشي غير قطب واحد، متعدد الاقطاب. فهم مازالين بطبيعه الحال عايشين في الوقت ديال الاتحاد السوفيتي، فهم توحشوا هذا الوقت. فهذا تهجم مباشر على الولايات المتحده. زيدوا على ذاك التهجم الاول في ذاك الايامات فاش كانت الجزائر البريكس ما البريكس، كان تبون قال بان احنا بغينا ندخلوا للبريكس باش ما نبقاوش نستعملوا الدولار، ما نبقاوش نستعملوا يورو، نستعملوا عمله اخرى. ها هو كيتهجم على الدولار. واش عندك القدره باش تهجم على الدولار انت اللي الاقتصاد ديالك كله مبني على البترودولار؟ شنو غادي تقول للامريكان واوروبا ما تبقاوش تخلصوني بالدولار، خلصوني بعمله اخرى؟ ولا التبادل التجاري ديالكم كله عارفينه تقريبا 100% مع اوروبا، غتبداو تشريو عند اوروبا وتخلصوها بالعمله ديالكم الجديده؟ ولا مثلا داك 85 مليار دولار اللي كتقولوا عندكم في الاحتياطي ديال العمله الصعبه، الى نفرض الى مثلا بديتو كتستعملوا هذه العمله الجديده وقضيتوا على الدولار، مشات ما يبقاش القيمه عند الدولار، فما تبقاش عندكم العمله الصعبه عندها حتى شي قيمه. فانتوما عايشين غير بالدولار، العمله الصعبه ديالكم كلها دولار، كتشريو من عند اوروبا بالدولار وباليورو، وباغيين تحاربوا الدولار. صراحه فعلا كتظنوا نتوما، راه كتظنوا تايقين بانكم قوه عظمى. فالجواب من عند الولايات المتحده ها هو جاي غير تسناو. فبطبيعه الحال هضرتي على الحروب والصراعات اللي كاين حول الجزائر، ما خليتي السودان، ما خليتي نيجير، ما خليتي ليبيا، هضرتي على هاد البلدان كلهم، كتبين للعالم بان الجزائر فعلا دوله كتخشي راسها في الشؤون ديال الدول كاملين، العالم كامل. قضيه الصحراء المغربيه خلاتهم يدخلوا في الشؤون ديال العالم كامل. اي بلاد اعترفات بمغربيه الصحراء ولا ما بقاش معترفه بالبوليزاريو، فالجزائر كتدخل وكتدخل راسها مع هذه البلاد هذه، واما كتدعي السفير ديالها واما كتدخل فيها طول وعرض. هذه القضيه هذه غريبه، لان الى جينا نثيقوا السي تبون، الجزائر بلاد معروفه، بلاد الوسطه، وشحال من مشكل حلات في العالم عبر العالم كله. حنا ما كنعرفوا حتى شي قضيه اللي الوسطه الجزائريه حقات بانها توصل انها تنهي ماشي مشكل ولا تلقى شي حلول. فالوسطه عند الجزائريين ما فاهمينش المفهوم ديال الوسطه كتكون بعدا منين واحد من الطرف اللي في النزاع كيطلب شي وسطه، وكيطلبوا الوسطه من عند شي دوله اللي كتكون عندها علاقه جيده مع الطرفين اللي في النزاع.
واللي في استطاعتها تلقى شي حل لهذا النزاع ولا تساعد على هذا النزاع. فالجزائريين ما كيعرض عليهم حد الوسطاء لان عارفهم ما في يديهمش، ولكن هما كيعرضوا على راسهم الوساطات. نتفكروا هذه الايامات الاخيره الوساطه الفلسطينيه هما اللي عرضوا على راسهم وهضر عليها في الخطاب ديالو، ولكن ما قالش بان النتيجه زيرو، بان بحقوا اي نتيجه. اي الاطراف الفلسطينيه ما زال في صراع الى حد اليوم. من بعد عرضوا على راسهم باش يديروا الوساطه ما بين روسيا واوكرانيا، فحتى هنايا هاد الوساطه ما بقيناش سامعين بها. هو براسو في هذا الخطاب هضر على بان الجزائر غتدخل في واحد المجموعه ديال البلدان اللي هما غيديروا الوساطه. هضروا على الوساطه ديال اثيوبيا ومصر، هما اللي عرضوا على راسهم باش يديروا هاد الوساطه، جبدوا عليهم غير الصداع لان كانوا مايلين من جهه اثيوبيا. هضروا على الوساطه ديال في ليبيا، وكل شيء عارف بان مستحيل دير وساطه وانت مع واحد الطرف من الطرفين اللي هو حفتر، ماشي حفتر الاخر. ف الوساطه عاوتاني مؤخرا ملي صافتوا الوزير ديالهم كيدير بدون بلا ما يعيطوا له بلا والو، هما قرروا باش يديروا الوساطه في القضيه ديال النيجر، ومشاو صيفطوا الوزير ديالهم كيتصرف في داك البلدان. في الاخر جاهم الجواب من داك البلدان قالوا لهم على الجزائر دخلي في سوق راسك، راه ما عندكش موقع باش ديري شي وساطه. فحتى الوساطات الاخيره اللي كنشوفوا كلها فاشله، لان اوكرانيا مع روسيا هما مع روسيا ما يمكنلكش دير وساطه. الاطراف الفلسطينيه انت مع سميتو طرف منهم ديال فتح ما يمكنلكش دير الوساطه. في اثيوبيا جيتي من جهه المشكل ديال اثيوبيا بمصر، جيتي من جهه اثيوبيا ما يمكنلكش دير الوساطه. وفي هذه القضيه ديال النيجر اولا ماشي شغلك، ثانيا عندك انت محايد لواحد الطرف ما يمكنلكش تدخل بشي وساطه. فهاد الجزائريين صراحه كيامنوا بانهم قوه عظمى وبانهم قوه فاعله باش يمكن لهم يجيو يعطوا دروس ديال الديمقراطيه وديال العداله وديال الحريه للامم المتحده تصوروا. ولكن ما حبش هنا بطبيعه الحال غادي يهضر على المغرب، غادي خليتها هي الاخرى. هنا كيجبد واحد القرار الاممي ديال 91 وكيقول الامم المتحده الا بغيتي يكون عندكم الوزن بحال انا الجزائر خصكم تطبقوا القرارات ديالكم، تطبقوا القرار ديال 91. وباش كيكملها القرار الوحيد اللي فيه اللي كيهضر على الاستفتاء، وغير باش نذكرهم بان الاستفتاء فكره ديال الحسن الثاني وكان كيسميه الاستفتاء التاكيدي، لان كان عارف بان جميع الصحراوه اللي في الصحراء الاغلبيه الساحقه ديالهم غادي يصوتوا باش يبقاو مع المملكه، والجزائريين عارفين بان داك القله القليله اللي عندهم ديال البوليزاريو والناس اللي خطفوا واخا كلهم يصوتوا ضد المغرب مع البوليزاريو غيخسروا. فهما اللي عرقلوا القضيه تاع الاستفتاء، بغاو يدخلوا ماليين، بغاو يدخلوا تشاديين، وبغاو يرفضوا الحسانيين اللي كاينين في طنطان وقلميم اللي هما من نفس المنطقه، نفس القبائل اللي كاينه في الصحراء. فهما اللي عرقلوا هذه القضيه حتى الامم المتحده، ماشي المغرب اللي رفض الاستفتاء، الامم المتحده وصلت واحد النهار وقالت الاستفتاء مستحيل. وغير باش نذكرهم بان اليوم رحنا في 2022 والاستفتاء مستحيل، ماشي لهذا السبب مستحيل لان ما كيلبي حتى شي شرط من الشروط اللي القانون ديال الامم المتحده كيحطها. غير كنذكرها بخفه. اولا هاد الناس خصهم يكونوا مختلفين واما لغويا واما اثنيا، ماشي هو الحال، بحالنا هما امازيغ بربر، امازيغ عرب بغيت نقول، و كيتكلموا بالحسانيه اللي هنا مباتقه من العربيه اي بحالنا. الحاجه الثانيه كيخص الطلب يجي من الداخل، الطلب ما كاينش من الداخل. هاد الناس اللي في الصحراء ما كيطالبوش لا استفساء لا تقرير المصير لا شي حاجه، الطلب جاي من عندكم من الجزائر. ثالثا هاد الحسانيين خصهم يشكلوا الاغلبيه في المنطقه اللي بغاو يستقلوا منها ما بين قوسين، ما كيشكلوش الاغلبيه. رابعا كيخص الاغلبيه ديال الناس بما فيهم حتى اللي ماشي حسانيين غير يكونوا ساكنين هنا، حتى هما عندهم الحق باش يصوتوا الا كان استفساء.
فبطبيعه الحال خص تكون اغلبيه باغا الاستفتاء. وانا نقدر نقول لكم بان 100% واخا يصوتوا غير الحسانيين تقريبا 100% ما غيبغيوكمش. فهاد القضيه ديال الاستفتاء وهذا القرار ديال 1991 الامم المتحده عاقت بالجزائريين ديما كيرجعوا عليه. فشنو دارت؟ هاد القضيه ما هضروش عليها الناس بزاف، ولكن غنذكرها. خرج قرار بقاش عاقل فوقاش هذه بعض الشهور من مجلس الامن ديال الامم المتحده. شنو كيدير؟ كيقول لك بان القرارات اللي متعلقه بالقضيه ديال الصحراء المغربيه انا الامم المتحده اللي درتها، عندي الحق نلغيها، ولغاتها. لغات القرارات كلها، خلات غير ما بين 2018 الى يومنا هذا. فقانونيا القرارات اللي خصهم يطبقوا هما من 2018 لدابا فقط. اما اللي قبل 2018 تلغاو قانونيا. هو كيهضر على واحد القانون قديم بقى كيهضر عليه حتى واحد، على الاستفتاء اللي ما بقى كيهضر عليه حتى واحد، لا الامم المتحده اكثر من 20 عام. وكيهضر على قرار اللي لغاتو الامم المتحده، لغاتو ما بقاش قرار، صافي تلغى غير باش يسكتوا الجزائريين. ولكن واخا تلغى هما مازالين كيهضروا على هذا القرار. فاللي عجيب في الامر هما كيقولوا للامم المتحده باش يكون عندك الوزن خصك تطبق القرارات اللي كتقول، وكتشير للقرار ديال 1991 كما قلت اللي هو قديم وتلغى. ما كيهضروش على القرار الاخير اللي كيوصف الجزائر كطرف مباشر، اللي كيعرض على الجزائر باش تجي تشارك في الطاولات المستديره. هما كيرفضوا يشاركوا في الطاولات المستديره، كيرفضوا يعترفوا بانهم طرف. ملي كيهضروا على قضيه الصحراء ديما كيقولوا الطرفين زعما عند راسهم هما ماشي طرف، الطرفين هو المغرب والبوليزاريو. فهاد الشيء انا كنقول الحمد لله اللي كيوقع، الحمد لله اللي دار هذا الخطاب، باش ماشي غير الامم المتحده، لان الامم المتحده عاقه بهم شحال هادي، باش حتى الدول اللي ما كانوش عارفين هاد الناس كيفاش كيخموا يعرفوهم كيفاش كيخموا وكيفاش المنطق ديالهم. ف من بعد غادي يزيد، غادي يطلع الجزائر غادي تكون عضو غير دائم في الامم المتحده. فاطمه يتواضع ويقول غنحاولوا نديروا جهدنا باش نديروا واحد القيمه مضافه وتواضعوا. لا، هما ملي غيجيو غادي يلقاو الحلول لجميع الحروب وجميع الصراعات اللي في العالم كامل. هما غيلقاو لهم الحلول غير بالحوار بلا حروب، حيت هما الجزائريين ما كيبغيوش الحروب، كيبغيو غير الحوار. فشيء غريب جدا في الواقع ديال الواقع، لان هذا دابا حنا كنهضروا على الاحلام. في الواقع ديال الواقع الجزائر ما عندها حتى شي وزن في العالم، وما يمكن تاثر على حتى شي صراع. الصراعات اللي حولها ما قدرت دير فيهم والو، لا ليبيا لا غينيا لا جميع الانقلابات اللي حولها. هي كتقول لك باغا تلقى الحلول للصراعات كاملين. ملي غتجي هي غتزعزع داك مجلس الامن، غدير اصلاحات وغترجع الديمقراطيه وغترجع الفعاليه. الجزائر جايه باش غادي تلقى الحلول كامله غير بالحوار. فالجزائر كما قلت ما عندها حتى شي وزن، ما عندها حتى شي ثقل، ما عندها حتى شي تاثير نهائيا. الصراع الوحيد في العالم اللي عندها يمكن لها تاثر عليه هو الصراع اللي خلقته هي ديال هذه القضيه ديال الصحراء المغربيه. ولكن بالنسبه للمغرب ما كاينش القضيه ديال الحوار، ما كايناش، ما كتبقاش داك المنطق الحوار، ما كيبقاش. اليد الممدوده 3 المرات غير في هاد 2 سنوات الاخيره. عمركم تحاورتيو مع هاد اليد الممدوده ولو غير حوار نهائيا؟ الحوار هذوك الطاولات المستديره راه حوار، اجيو تحاوروا كونوا رجال. لا، المغرب ما كاينش الحوار، العالم كله ما بغيناش الحروب، بغينا الحوار. المغرب ما بغيناش الحوار، وصيفط البوليزاريو اللي كيمشي من ارضكم للجزائر باش يدخل يقتل المغاربه، ولكن الحمد لله ما كيتقتلوا غير السفاله. فهاد الشيء هذا كله واش العالم ما غيشوفوش هاد التناقضات الكبار اللي عايشين فيهم وكتثقوا بهم
بالنسبه لكم المغرب ما كاينش في الكره الارضيه، ما محسوبش. فانتوما ملي كتهضروا دائما، ملي كتهضروا على هذه القضيه، كانت نفسها ملي كانت القمه العربيه كيهضروا على الصراعات العربيه خصها تحبس الحوار وهذا، ولكن المغرب لا، ما كاينش الحوار ما كاينش. علاش؟ لان المغرب داير حمله اعلاميه ضدنا، المغرب كيهاجمنا، المغرب كيهددنا باسرائيل، المغرب الى اخره قطعنا معهم العلاقات. علاش؟ حيت هجموا علينا في 63. بالعكس، نتوما اللي هجمتوا، حنا غير دافعنا على راسنا وعطيناكم طريحه. ولا كيقول قطعنا العلاقات حيت كيشعلوني العافيه، ولا حيت كيتجسوا علينا بيغاسوس. اليوم بان بين داك القضيه ديال بيغاسوس دات بشت فيها والو، خاويه. ولا كيقول لك لينا جابوا لنا صهاينه الحدود، فيما في الواقع هما اللي كيجيبوا الايرانيين فعلا الحدود، يدربوا البوليزاريو ويسلحوهم. المغرب ما كيقول والو، ما كيتشكى والو، قطع العلاقات مع ايران ديريكتومون. نتوما خلاكم في اللعب ديالكم. فالمغرب اللي نتوما هذه 50 عام نتوما كتهجموا عليه ساكت، ما كيقول والو. الناس الرسميين ما كيقولوا والو، ما كيجاوبوكمش. وهذه الحمله الاعلاميه في الواقع ما كايناش، كاينه غير في الخيال ديالكم. الاعلام المغربي ما مسوقش لكم نهائيا، لا السلطات لا الاعلام، فقط الناس ديال التواصل الاجتماعي في فيسبوك، يوتيوب، تيك توك، هما اللي كيجاوبوكم. وخسرتيو عليهم ميزانيه ديال 400 مليون دولار، وكتجتمعوا مع اليوتيوبر اللي كيحاربونا، كتجتمعوا معهم رسميا عين باين، وتعطوهم لي ايفون وتقولوا لهم يلا سيروا تهجموا على المغرب. والاعلام ديالكم ما كيهضر غير على المغرب. نتوما اللي دايرين حمله اعلاميه، نتوما اللي كتهجموا علينا، نتوما اللي فيما مشيتوا البوليزاريو حق تقرير المصير، حق الشعب الصحراوي الى اخره وكتشكاو من المغرب. ففهم تسطى. ففي الملخص الى بغينا نفهموا سي تبون، الجزائر مع الشرعيه الدوليه، مع الامم المتحده، مع غوتيريز، مع ديميستورا، هي مع ديميستورا وخص القرارات يطبقوا. ولكن ماشي القرارات اللي كاينين اي من 2018 الى يومنا هذا، لا، غير قرار ديال 1991 كيخصهم ينظموا استفساء للشعب الصحراوي باش يقرر المصير ديالو، ياك. فصراحه بحال اللي قلت هادو عايشين في كوكب اخر. وقال لك اسيدي بغاو يديروا اصلاحات جذريه في الهياكل ديال الامم المتحده، لان الامم المتحده ما فيهاش ديمقراطيه. واش الجزائر غادي تجي توريهم كيفاش يديروا الديمقراطيه، كيفاش يديروا الشفافيه؟ لان الجزائر عامره بالديمقراطيه، مطرطقه بالشفافيه، وفيها جميع انواع الحريات والعدل. كاين العدل في الحريه في الجزائر، وعلى عدل كاين. حنا المغاربه كنبقاو حالين فمنا في العدل اللي كاين في الجزائر. فهاد الجزائر صراحه، هذا الخطاب ديال تبون، خلي داك القضيه ديال ما تراحمش على الشهداء ديالنا، ما وداك القضيه ديال غيبداو ينتجوا 1000 مليار و300 مليون متر مكعب يوميا ديال الماء. هذا الشيء هذا حتى هو غيبين كيفاش الشؤون الاقتصاديه كتدار في هذه البلاد بارقام خياليه، ما عندها حتى شي، ما يمكنلكش كيفاش دارت هذا الرقم تنزل. بحال هاد السنه غادي يصدروا 13 مليار دولار خارج المحروقات ديالاش، الله اعلم واش هاد الكذوب ديالهم كيجيب لهم الفلوس، واش هذا ما فهمتش منين غيجيبوا 13 مليار. ولا الكذبه الاخيره ديال الوزير الاول ديالهم اللي قال لهم بان في 2022 الناتج الداخلي الخام ديال الجزائر داروا اصلاحات، قال لك درنا اصلاحات وصل ل 233 مليار دولار. تبارك الله عليكم، زعما غاديين اقتصاديا درتو تعلي شي 20% ديال النمو في سنه 2022 ولا اكثر باش وصلتوا لهذا الرقم هذا. في الخلاصه اخوتي العزاز، انا بالنسبه لي هذا الخطاب ديال تبون واخا في القاعه ما كانوش الناس، بطبيعه الحال غيترجم، بطبيعه الحال غيسمعوا كل شيء، الناس المهتمين غيسمعوه، واللي كان
عارف القضيه كي دايره غيزيد يتاكد، واللي ما كان عارف والو غيبدا يعرف بشويه بشويه كيفاش هاد الناس المنطق ديالهم خاص بهم، عندهم واحد المنطق خاص بان الوقت تحبس في 1991، حنا في 1991، وهاد الكره الارضيه ما فيهاش المغرب، ما كاينش المغرب، ما كاينش دوله، ما كايناش، ما كيشوفوناش حنايا عايشين غير بينا. ولكن ملي كيخرجوا شي مبدا مثلا ديال التطبيع حلال لكلشي، لا المغاربه لا حنا غادي نفكوا جميع المشاكل ديال العالم كامله، حنا الجزائريين حيت حنا مشهورين بالوساطه، نفكوا جميع المشاكل غير بالهضره، غير بالسكات، غير بالسيم، حيت حنا ما كنبغيوش الحرب. المغرب لا، المغرب ما كاينش في الكره الارضيه، المغرب ما نهضروش معاه، اليد الممدوده لا، طاوله المستديره لا، الحرب نصيفطو هذا في وقت الشده ديالهم، في وقت الزلزال ما كاين باس، ماشي مشكل، دفع البوليزاريو. ف باختصار المستوى ديال هاد بلا ما نهضروا على التفاصيل بحال مثلا الطريقه ديال الالقاء، كيفاش واقف، واش عنده شي كاريزما ولا لا، واش كاين شي منطق داكشي اللي كيقول، لا والو، زعما واحد المستوى ماشي غير ضعيف. فإلا كانوا الجزائريين راضيين على المستوى ديال هاد السياسيين ديالهم، هذاك شغلهم، ولكن النتيجه وهي كيبهدلوا براسهم امام العالم كله. وبحال اللي قلت بالنسبه للمغرب مزيان، لان الجزائر كتزيد تكشف على راسها، وثقوا بيا زعما هادو ناس بولداء، لان في الوقيته فاش القضيه الصحراء قرب يخرج القرار ديالو اللي غيخرج في اكتوبر، وجا زارهم دي ميستورا قال لهم شنو كاين، عارفين هذا الشيء هذا، وكيتهجم على الامم المتحده اللي في يدها الملف، وكيتهجم على مجلس الامن اللي كيدير اداره هذا الملف اللي مكلف به فعلا، وكيتهجم على الولايات المتحده اللي هي القلم ديال هذه القرارات. فواش هادو مازوشيين كيبغيو يجبدوا الصداع على راسهم. انا كنظن حتى لا كانوا القرارات غيكونوا في واحد المستوى، انا كنظن بهذا الشيء اللي وقع بهذا الخطاب غيزيدوا يبركوا عليهم. انا كنظن بان الجواب غيكون في هذا القرار الجاي اللي كيخص الصحراء المغربيه. كنظن بان دابا جا الوقت باش هاد الناس راه شافوا الجزائر كي كتخمم، شافوها كي كتخدم، خصهم يدخلوا فيهم طول وعرض ويرجعوهم داك البليصه الصغيره ديالهم ويبينوهم على قد الحجم ديالهم، وان شاء الله هذا الشيء اللي غيوقع. فشكرا على هذا الخطاب يا سي تبون، لانك بهذا الخطاب كتزيد توضح الامور وكتزيد تبين العالم مع من حنا صابرين هذه 50 عام، مع من حاشرنا الله في الجوار. فاخوتي العزاز، هذا الفيديو وصلت النهايه ديالها، وكنتمنى ان شاء الله نشوفكم في القريب، وتهلاو في راسكم.